الغائب إنه على رجعه لقادر. يعني هذا الإنسان خلق من ماء دافق، خلق من ماء الرجل وماء المرأة الذي تفرزه هذه الأجساد، إنه على رجعه لقادر. يعني الله سبحانه وتعالى على إرجاع هذا الإنسان بعد موته وتحلله هو جل وعلا قادر على إرجاعه كيفما شاء سبحانه وتعالى. وقد جاء عند البخاري أن رجلا من السابقين لما حضرته الوفاة قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب، أنت أحسن أب في كرمك ولطفك وحسن معشرك وجمال منطقك ولطف تربيتك، أنت أحسن أب. قالوا: نعم الأب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. يعني أنا صحيح كنت حسن الخلق معكم، لطيف المعشر، كنت كريما أديبا معكم، لكن علاقتي برب العالمين ليست بشيء. أنا لم أكن أعمل الطاعات ولم أكن أنتهي عن المنكرات. قال: فإذا أنا مت، انظر إلى الوصية التي سيوصي بها أولاده. قال: فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اجمعوا الرماد، بعدما أحترق تماما ويتحول جميع جسدي إلى رماد مثل البودرة. قال: فإذا صرت رمادا اجمعوا الرماد ثم انظروا لكم يوما شديد الريح فذروني، يعني تعالوا عند هذه الريح وذروا الرماد لأجل أن يتفرق الرماد في كل مكان. قال: فإن الله إن جمعني، يعني إن قدر علي ربي وجمعني وأعادني إلى الحياة ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. هذا الرجل يظن بأن الله تعالى جل وعلا يعني شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، هل يستطيع يجمعني رب العالمين؟ فلما مات هذا الرجل أقبل أبناؤه إلى جسده وأشعلوا نارا عظيمة وأحرقوه فيها حتى صار رمادا، ثم أخذوا هذا الرماد وانتظروا حتى أقبل يوم هو شديد الريح جدا والهواء والأعاصير من كل جهة. أقبلوا وذروا هذا الرماد، فذهب بعض هذا الرماد في البر وبعضه في البحر وبعضه فوق الأشجار وبعضه جرت به الأنهار. ذر هذا الرماد بحبات ودقائق وذرات لا يعلمها إلا الله. فلما ذر الرماد قال الله سبحانه وتعالى: يا أرض اجمعي ما عليك، فجمع فإذا هو واقف بين يدي الله جل وعلا. فلما وقف بين يديه قال الله سبحانه وتعالى: يا عبدي يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ يعني أنت تظنني لا أستطيع أن أجمعك؟ أنت ماذا تعتقد في ربك؟ قال: يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ يعني أنت بهذه الطريقة تظن بأنك تفر من بين أيدينا. يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك، من شدة خشيتي منك وخوفي منك يا ربي خشيتك. قال: فغفر الله تعالى له. أنا لا أدري هل أتكلم عن عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى أم أتكلم عن سعة رحمته جل وعلا، أم أتكلم عن جرأة العباد عليه سبحانه وتعالى، أم أتكلم عن عقول العباد أحيانا في تصرفها وفي جرأتها على المعصية، أم أتكلم عن قوة الخوف من الله تعالى التي وقعت في قلب هذا العبد فصارت أعظم من سيئته التي فعلها وهي الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. إنه على رجعه لقادر. نعم، إنه على رجعه لقادر. ثم قال سبحانه